السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، موضوع اليوم فيما يخص إنتاج طيور الباجي. كثير من المتابعين يسألوا أفضل طريقة لإنتاج الباجي طيور الحب، والكثير يشتكي من عدم بيض الأنثى أو عدم الإنتاج. والآن سوف نقوم بإعطاكم بعض الملاحظات المهمة في عملية إنتاج الباجي. طبعا هناك عدة خطوات يجب اتباع الخطوات حتى نصل إلى أفضل نتيجة في إنتاج طائر الباجي طائر الحب. أولا إخواني، أول ملاحظة ألا وهي التأكد بأن الطيور أنثى وذكر، إذ أن كثير من الشباب ممكن سنة يبقى وينتظر الإنتاج، وآخر شيء يكتشف أن الزوج أنثيين أو ذكرين. فنتأكد الملاحظة الأولى أن يكون ذكر وأنثى. طبعا كما ترى إخواني، زوج البينو الشرح البينو واللاتينو اليوم. طبعا الذكر الكير الغالب يكون على اللون البنفسجي، والأنثى الكير يكون بيج أو عفوا بني خفيف، من البياض إلى البني إلى البني المحروق. لاختصار الوقت، إذ تم الشرح مسبقا التمييز بين الذكر والأنثى. هذا ذكر بنفسجي ظاهر بالنسبة للألبينو، ذكر وكبير في العمر، من حدقة العين، انظر الحدقة، ذكر. طبعا هذه أنثى كما ترون، بني خفيف ويصل في بعض المراحل إلى البني المحروق. الملاحظة الأولى تأكدنا أن الزوج أنثى وذكر. ننتقل إلى المرحلة الأخرى، أن الزوج متوالف. بعد أن عملية موالفة الزوج نضع صندوق الإنتاج هكذا، ويفضل أن يكون الباب من أعلى وليس من الأسفل لسهولة متابعة الفراخ في حالة الإنتاج إن شاء الله. طبعا الملاحظة الثانية الهدوء، وضع الهدوء للزوج. الزوج لا ينتج في ظل وجود إزعاج أو ضوضاء أو مراقبة للطيور، فيفضل أن تكون الطيور في مكان أعلى من مستوى أشخاص وأهل البيت، أو موضوعة في غرفة خاصة للطيور. طبعا أنا الزوج هذا كان في غرفة، أنا نزلته عشان الشرح، هو موجود في غرفة طيور خاصة. طبعا الطائر اجتماعي، كلما تزداد عدد أزواج الطيور تزداد نسبة الإنتاج. عندما يكون زوج يكون هناك احتمال ضعيف في الإنتاج، عندما يكثر الأزواج تزداد عملية الإنتاج إن شاء الله. طبعا الملاحظة الثالثة الإنتاج البرنامج الغذائي. البرنامج الغذائي مهم جدا جدا جدا، وجود الخلطة والبريق، ووجود كلس العظم الحبار. طبعا والملاحظة المهمة الرابعة ألا وهي النظافة. مهم النظافة حتى نبتعد عن الأمراض. عملية تنظيف القفص بواقع كل يومين مرة، وإذا هناك إمكانية كل يوم مرة. وبالنسبة للماء تبديل الماء يوميا مرة، يفضل تبديل الماء يوميا. أما بالشتاء كل يومين ما في بأس، أما بالصيف كل يوم مرة واحدة. الآن طبعا بعد ما وضعنا الزوج في مكان هادئ، ووضعنا الطعام والخلطة، وأمنا الهدوء له، بإذن الله خلال أيام سوف تقوم الأنثى في الدخول لوضع البيض بعد أن يكتشف الذكر الصندوق. طبعا إخواني والحمد لله، بمجرد أنه الطائر ينتج لأول مرة سوف يعتاد على عملية الإنتاج بسهولة، على شرط عدم مراقبة وإزعاجه. طبعا هذا الزوج. الآن سوف نريكم الإنتاج، وبإذن الله للمبتدئين إن شاء الله بتصير تنتجوا بنفس
الكميات وزيادة بإذن الله طبعا. الآن سوف نريكم الفراخ. بسم الله، ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. طبعا إخواني كما ترى ما شاء الله 5 فراخ بصحة جيدة. طبعا هناك لونين، لون اللاتينو الأصفر ذو العيون الحمراء، والألبينو الأبيض ذو العيون الحمراء، بسبب أن الأنثى لاتينو والذكر ألبينو، فينتج لونين، الأبيض والأصفر. وإن شاء الله أخواني باتباع هذه الملاحظات سوف يتحسن الإنتاج عندكم وتشتغل الطيور وتنتج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني، في فيديو آخر.